وعد القوة أحد الوعود الإلهية التي يهبنا ويعطينا إياها الرب. وعلشان كده نلاقي معلمنا يوحنا الحبيب يكتب إلى الأحداث ويقول لهم: كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء. من ملامح أولاد ربنا القوة. نلاقي عمل الروح القدس في حياتنا أنه يعطي قوة. نعمة الله التي تعمل فينا تعطينا إيه؟ قوة. تكفيك نعمتي فإن قوتي في الضعف إيه؟ تكمل. من الحاجات اللي نستفيد بها من قديسينا أن كل قديس له صفة في طقسنا، ولما نتأمل الصفة التي يتمتع بها هذا القديس نقول له: يا رب، زي ما أعطيته هذه الفضيلة ادهنا. من ملامح صفات القديس الأنبا موسى الأسود أنه إيه؟ قوي. بصوا يا أحبائي، وعد القوة ليس هو قوة ظاهرية، لكن وعد القوة هو عمل الروح القدس في الإنسان. زي ما ربنا يسوع وصى التلاميذ: لا يبرحوا أورشليم قبل أن يلبسوا قوة من الأعالي اللي هي عمل الروح القدس. ونلاقي في سفر زكريا: كان زروبابل وضع على كتفيه مسؤولية إعادة بناء الهيكل. زروبابل ده كان إنسان بسيط هيقوم بعمل قام بيه 2 ملوك، الملك داوود والملك سليمان. زروبابل يعني ابن بابل، جاي من بابل، بلا قوة بلا إمكانيات. كان فقيرا، والذين أتوا من معهم من السبي كانوا فقراء، وكان ليست لهم خبرة في المعمار. زروبابل كده قال له: يا رب، أنا هقوم بالمسؤولية ديت. فراح ربنا بعت له على لسان زكريا النبي نبوة، قال له: أنت تبلغ زروبابل لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال إيه؟ رب الجنود. يعني القوة والقدرة مترادفين لشيء واحد، لا بقوتك الشخصية ولا قدرة الآخرين، لا بقدرتك الداخلية ولا بقوتك الخارجية. أنا هدي لك قوة من نوع جديد. قال له: إيه يا رب؟ قال له: قوة الروح القدس. بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زروبابل تصير إيه؟ سهلا. يعني الجبل مش زروبابل يتسلقه بسهولة، لا، ده الجبل هينزل كده 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 لغاية لما يبقى إيه؟ سهل. يستطيع أن يدوس ويستطيع أن يمشي فوقه. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زروبابل تصير إيه؟ سهلا. فكان لزروبابل قوة الروح القدس. الروح يعمل في حياة أولاده، وعمل الروح القدس عمل قوي. القوة التي يلبسها الآباء الرسل تؤهلهم للكرازة، والقوة التي ينالها موسى الأسود تعطيه ملامح كثيرة. احنا الليلة عاوزين نتأمل ليه بنسمي موسى الأسود القوي؟ ما هي ملامح القوة؟ وناخد كل ملمح من ملامح قوة موسى الأسود نقول له: يا رب، ادهنا علشان نبقى ايه؟ أقوياء. احنا عاوزين نتعلم منه النهاردة ما هي ملامح القوة في حياة موسى الأسود. أول ملمح في ملامح القوة في حياة موسى الأسود اللي نالها ثمرة عمل الروح القدس فيه قوة الإيمان. احنا نعرف ان موسى الأسود من آباء القرن الرابع،
المؤرخين يقولون لنا أنه هو اتولد حوالي سنة 320 تقريبا. كان يعاصر القديس مقريوس الكبير أب برية شهيد، والقديس الأنبا إسيزوروس قس الإسقيط. في يوم من الأيام موسى ده كان بداية حياته، يبدو أنه كان عبدا، لكنه خرج عن طاعة سيده وابتدى يكون ليه عصابة من قطاع الطرق، وصار قائدا لهم، رئيسا لهذه العصابة. يبدو أنه هو أصله نوبي أو حبشي، عشان كده بشرتهم سودة فلقب بالأسود. كان يعبد الشمس ولم يترك خطية إلا وعاش فيها، وأعتقد تكونوا سمعتوا سيرته قبل كده. لكن في يوم من الأيام، ربما بعد ما ارتكب جريمة، بعد ما سقط في خطية كبيرة، لقى أن العالم ده هو مش قادر يديله فرح ولا يديله سلام داخلي. الروح بيعمل، الروح بيعمل. فقعد كده مع نفسه يبص للشمس يقول لها: أيتها الشمس لو كنت أنت الإله عرفيني، أيها القمر الذي إن كنت أنت الإله عرفني. وبعد كده بص لنفسه وقال إيه؟ أيها الإله الذي لا أعرفك عرفني إيه؟ ذاتك. ده عمل الروح. أقوى شيء يغير إنسان غير مؤمن مش إن احنا نقنعه بالفلسفة، لا، إن احنا نقنعه إن هو يطلب من ربنا إن يعلن له ذاته. قال له كده: أيها الإله الذي لا أعرفك عرفني ذاتك. سمع صوت احنا ما نعرفش مصدره، يمكن لقى ناس بيتكلموا، جاله هاتف داخلي، لكن سمع صوتا يقول له: اذهب إلى البرية الداخلية وتجد رهبان يعرفوك من أنا. ابتدى بقى إيه؟ يترك العصابة اللي ماشي معاها، يترك الخطية اللي كان عايش فيها، ودخل البرية الجوانية. وهو داخل قابل الأنبا إسيزيروس قس الإسقيط. قال له: الله، إيه اللي جابك يا موسى هنا؟ ده احنا سايبينك على أول البرية جاي لنا نوت علشان تفتك بينا واحنا رهبان بسطة. قال له: لا لا، أنا مش جاي النهاردة علشان لا أسرقكم ولا أفتك بيكم، أنا جاي علشان تعلموني من هو الإله الحقيقي. اندهش الأنبا إسيزيروس، وأخذه للقديس مقريوس الكبير، وابتدى يحدثه عن الإله الحقيقي، ربنا يسوع المسيح، الإله المتجسد من أجل خلاص البشرية. ونجد أن موسى الأسود قلبه يتحرك. أصله المبدأ الإنجيلي لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بإيه؟ إلا بالروح القدس. عمل الروح القدس يعلن ذاته، يعلن ربنا يسوع المسيح الإله المتجسد للذين لا يعرفونه، لكن المهم يقبلوا الكلام. علشان كده نلاقي النعمة عملت في القديس الأنبا موسى الأسود بقوة، والنعمة يمكنها أن تعمل في حياة كل إنسان الآن، حتى غير المؤمنين، عندما يرفعون قلبهم إلى الرب ويقولوا: يا رب أيها الإله الذي لا نعرفك أعلن لنا إيه؟ ذاتك. وابتدى موسى الأسود بعد أن كان يعبد الشمس يسمع كلمات القديس مقريوس الكبير وتعليم القديس إسيزيروس، ويؤمن بربنا يسوع المسيح ويقبل المعمودية لكي ما ينال الميلاد الجديد، ويصير موسى الأسود إنسانا جديدا. قل الله. بعد كده زمايله من قطاع الطرق يستغربوا، ده موسى دخل البرية ما طلعش شجرة إيه؟ يبعتوا له مراسيل، يروحوا له، يقول لهم: لا، أنا لست موسى الذي كنت معكم أعبد الشمس وأصنع جرائم كثيرة، أنا صرت إنسانا جديدا. بقدر ما يحاولوا يثنوه عن الإله الجديد الذي عرفه، إلا أنه يقول: أنا إن موسى الجديد
أنا قبلت الإيمان بربنا يسوع المسيح الإله الفادي والمخلص، وصار موسى الأسود الذي كان وثنيا عابدا للشمس يعبد ربنا يسوع المسيح الإله الحقيقي، وصار قويا في إيه؟ في إيمانه، قوة إيمان. كان على القديس موسى الأسود علشان يثبت إيمانه كان ينبغي أن يقدم توبة. ده كان عايش في الخطية، عمل كل الشرور. احنا مش هنناقش النهارده ايه الشرور اللي عملها، لكن لم يترك خطية لم يصنعها. كويس؟ لكن تعلم أنه لكيما يثبت إيمانه بربنا يسوع المسيح لابد أن يموت عن إنسانه العتيق ويقدم توبة. إزاي الإنسان اللي كان عايش في الخطية مدة طويلة وكان لا يشبع منها يخرج من خطية إلى أخرى كيف يتوب؟ ده عاش زمان طويل، مش بس يخطي، ده يعلم الناس الخطية، مش بس يسقط في خطايا عادية، لم يترك خطايا بشعة إلا وارتكبها، وربما كان بيتباهى بالإثم، يتباهى بالإثم. اتعلم أنه لازم يقدم توبة، وكان لابد أن يقدم اعترافا علنيا. وقف في الكنيسة ابتدى يعترف بكل خطاياه. والقديس أبو مقار، القديس مقاريوس الكبير، الرب يكشف عن عينيه ويرى ملاكا يمسك لوحة سوداء، كل ما يتكلم عن خطية اللوح يبيض لغاية لما اللوح كله صار ايه؟ صار أبيضا. وأخذ قرارا قويا بتوبته، ومهما كانت الحروب الروحية التي كان يقابلها إلا أنه كان يتذكر أمام الرب أن الله الذي أنقذه من الوثنية يستطيع أن ينقذه من خطاياه أيضا. وبقدر ما كان يحارب بالفكر، يحارب بنداء الأصدقاء الأشرار، إلا أنه كان ينادي في داخله كيف أرجع مرة أخرى؟ أنا قدمت توبة بلا رجوع. وكانت التوبة في حياة موسى الأسود كانت توبة إيه؟ قوية. تملي كده الإنسان القوي يتمتع بتوبة قوية، ما يرجعش الخطية مرة تاني. ربما يتعرض للضعف البشري، لكن بسرعة يقوم ويقول لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم. توبة الابن الشاطر، توبة المرأة الخاطية، توبة القديس أوغسطينوس كانت تتميز ملامح هذه التوبة في حياة هؤلاء أنها كانت توبة قوية. علشان كده بنسمى القديس موسى الأسود أنه إيه؟ قوي. إيمان قوي، توبة قوية، لأن المصدر الأساسي كان عمل الروح القدس فيه. فعمل الروح القدس في حياة القديس موسى الأسود كان عمل الروح القدس الذي يعطي قوة من الأعالي، تعطيه قوة إيمان وقوة توبة. القديس الأنبا موسى الأسود كان يتمتع بقوة الإرادة، قوة إرادة. يعني هو آمن بربنا يسوع، مش يجي ناس يقولوا له كلمتين يرجع مرة تاني. هو أدرك ضرورة التوبة، ينبغي أن يكون تائبا ويحيا للرب بإرادة وعزيمة قوية. تيجي له حروب من الشياطين كان يقهرها، حروب من أصدقاء الأشرار الأولانيين كان لا يستجيب لهم. وعلشان كده هوت كان في ملامح القديس موسى الأسود أن له قوة إرادة. ده كان كل يوم يأكل بنهم، كل يوم لا يستطيع أن يستريح إلا لما يرتكب جرائم كثيرة كانت هواية.
علشان يضبط نفسه ويكون له الإرادة القوية، كان يطلب من الرب أن يعطيه أن يريد، مش بس يترك، أيضا ويريد ألا يرجع مرة إلى الخطية. ما إحنا ساعات بنبقى عاوزين نعيش لربنا لكن نلاقي نفسنا الإرادة ضعيفة. عندما يجد الإنسان نفسه أمام إرادة ضعيفة يصرخ لربنا: يا رب اجعلني أريد. الإنسان اللي عاوز يتوب ومش قادر يقول له إيه؟ توبني يا رب فأتوب. يعطينا الرب إرادة قوية. القديس الأنبا موسى الأسود بالرغم أنه هو عاش في الخطية زمن وكان يعيش في الخطية بكل تفاصيلها وكان يسعى إليها بكل قدرته، إلا أنه عندما تغيرت حياته وصارت له الإرادة القوية لكيما يرجع عن كل شر، يحيا في البرية، يعيش حياة جديدة، وتكون له الإرادة أن يحيا إنسانا نقيا ناسكا في البرية لكيما يكمل إرادة الرب في حياته. الإنسان القوي ينبغي أن يطلب من الرب إرادة إيه؟ قوية. إرادة قوية لعمل الخير، إرادة قوية للبعد عن الشر، إرادة قوية للمطانية، إرادة قوية للصلاة، إرادة قوية لعمل كل ما يمجد الرب في حياته. كان القديس موسى الأسود قويا في إرادته. كان القديس موسى الأسود قويا في إرادته، فكان ينبغي أن يتدرب على التدريب النسكية. كان إنسان نهم لازم يصوم، كان إنسان ما يعرفش حاجة عن الصلاة طول النهار قاعد ينكت مع اللصوص رفقائه لازم يصلي. كان هوايته أنه هو يسفك الدماء، لابد أن يقدم محبة ورحمة. عملية نقلة شديدة. لو ما كانش ليه إرادة قوية لم يكن يستطيع أنه هو يصل إلى كل هذه. في يوم من الأيام كان عليه أنه هو يتدرب على الصوم. إنسان كان يأكل كل وقت ولا يكف عن الأكل، ابتدى يتدرب على الإرادة القوية، أنه هو يصوم انقطاعي، ويدرب نفسه أنه هو يصوم أصوام الكنيسة. فجابوا له الأول ساق الشجرة الطري يوزنه له يأكل وزنه، وتاني يوم الساق ينشف يوزنه له يأكل وزن الساق الناشفة، لغاية لما تقف عند حد يحطوا ساق جديدة طرية. تدريب التقوية الإرادة بالتدرج، لغاية لما موسى الأسود يتدرب على حياة الصوم والنسك والجهاد في العمل الروحي لكيما يكون نموذجا للناسك الذي له الإرادة القوية. كان موسى الأسود قويا في في إرادته، قويا في إيمانه، قويا في توبته، قويا في إرادته ونسكياته. مش يبقى صايم النهارده يروح مع ناس ليهم فاطرين ياكل معاهم، يقول أنا بطلت السجاير، ويجي مع ناس يعزموا عليه بسجارة يروح واخدها. لا لا لا، الإنسان الذي يريد أن يحيا للرب يقول له يا رب أعطني الإرادة القوية، توبني يا رب فأتوب. القديس الأنبا موسى الأسود كان قويا في محبته وخدمته. عرف عن القديس موسى الأسود أنه في يوم من الأيام لقى نفسه ربنا عطيله صحة، فقال أنا زعلت ناس كتير وأسأت الناس كتير، أنا عاوز أعمل أعمال محبة دون أن يشعر بها أحد. فقال آباء البرية النساك عايشين في مغاير بعيدة عن المية،
عشان يجيبوا جرار مياه كل يوم أمر صعب. فأنا كل يوم بالليل أفوت على مغارة الآباء النساك الكبار، أخذ الزلعة بتاعتهم وأروح البير أملاها وأرجعها لهم، بس ما حدش يشوفني. وكان علشان ياخد الجرة من أمام المغارة لغاية لما يروح البير على الأقل كيلو رايح وكيلو جاي، وطول الليل موسى الأسود يروح يملى جرار الآباء النساك. أعمال محبة، خدمة. وكان يحاول أن لا يراه أحد، فكان يصنع كل هذا في جنح الظلام. الآباء النساك يصحوا الصبحية يلاقوا الجرار إيه؟ مليانة. الله، إيه ده؟ مين ده؟ إلى أن اتفقوا على أن يراقبوا الطريق في منتصف الليل، واكتشفوا أن الذي يصنع هذا إيه؟ موسى. أمسكوه وتعلموا منه فضائل كثيرة، إزاي هو يخدم، وإزاي يحتمل، وإزاي لا يطلب من إنسان كلمة شكر، ويصنع كل هذا في خفاء. قوة محبة، والمحبة ليست بالكلام ولا إيه ولا باللسان، لكن بالعمل والحق. إزاي الإنسان يقدم خدمة في الكنيسة، خدمة لإخوة الرب الأصاغر، خدمة للمتألمين، خدمة لمرضى الفراش، خدمة لطريحي بسبب المطروحين بسبب آلامهم. ويقدم الإنسان خدمة وهو فرحان، ويقدم الخدمة وما يستناش كلمة شكر. القديس الأنبا موسى الأسود كان قويا في خدمته ومحبته للآباء في البرية. القديس الأنبا موسى الأسود كان قويا في احتماله. بصوا، كان حياته الأولانية كانت كلها ضغط في الآخرين. كان لا يستطيع أحد أن يتكلم معه بكلمة إلا ويكون له ردود عشرات المرات. وكان ممتلئ بالغضب، كان يخشى كل إنسان يتعامل معاه. حبوا في يوم من الأيام يرسموه كاهن، فأبونا البطريرك غالبا كان البابا ثيوفيلوس قالوا جيبوا موسى، الأب موسى، علشان نرسمه كاهن. فهو داخل في الكنيسة، البابا البطريرك قبل أن يضع اليد عليه لكي ما يقيمه كاهنا حب يختبره. فهو داخل كده قال له: ما أتى بك إلى هذا المكان يا أسود اللون؟ راح الأنبا موسى يقول لك: خرج منتفعا ويقول لنفسه: حسنا صنعوا بك يا أسود اللون يا رماد الجنس. طبعا واحد تاني كان يقول: لما انتم مش عاوزين ترسموني أسيس ناديتوني ليه؟ طيب ده أنا يعني مفروض تقدروا شعوري وظروفي، وأنا جاي من عبادة وثنية وكنت قائد لجماعة لصوص. لا لا لا، أصله الإنسان اللي يحتمل ده إنسان قوي، أصله قاهر نفسه خير ممن يفتح إيه؟ مدينة. الإنسان اللي يضبط غضبه، الإنسان اللي يحتمل ضعفات الآخرين، الإنسان اللي يحتمل أي إساءة من أجل الله، ده إنسان يبقى إيه؟ قوي. لكن تلاقي في إنسان مجرد ما واحد يكلمه يغضب ويثور، يغضب ويثور ويصف الآخرين بأوصاف صعبة. لكن تلاقي القديس الأنبا موسى الأسود كان يعرف كيف يضبط نفسه وتعلم احتمال. علشان كده أولاد ربنا يعرفوا أن غضب الإنسان لا يصنع إيه؟ بر الله. القديس الأنبا موسى الأسود يدينا نموذج للقوي الذي يحتمل. القديس الأنبا موسى الأسود كان قويا في تسامحه. في مرة من المرات أحد آباء البرية أخطأ، فاجتمع آباء البرية عملوا له مجمع علشان يحاكموا الأخ ده، ما هو حاجة غلط. كلهم اجتمعوا،
الأب موسى ما حضرش. فقالوا فين الأب موسى؟ احنا المفروض ان احنا نشوفه. فطلبوه يجي، فبصوا لقي جاي وشايل شوال رمل على كتفه ومخروم، وهو جاي شوال الرملة المخروم عمال يخر رملة. فقالوا له الله مالك يا موسى انت شايل شوال الرمل ده على كتفك؟ قال لهم الحقيقة أصل أنا بشكو نفسي، أنا مليان خطية ومش حاسس بيها، وعمال أبص على خطية إيه؟ أخويا. الرملة بتنزل خطاياي ورايا، أنا طرحتها وراء كتفي، وببص لخطية أخويا بدل ما أبص لخطيتي. فمجمع الدير كله قالوا معاك حق يا أب موسى، احنا اتعلمنا منك، احنا لازم نسامح هذا الأب، وبدل ما ننشغل بخطيته احنا ايه؟ ننشغل بايه؟ بخطايانا. ما احنا ساعات ايه؟ زي ما بيقول البستان نترك ميتنا لكي ما نبكي على ميت ايه؟ غيرنا. يعني الواحد يبقى عنده ميت يقول ما ببكيش عليه، يروح الجيران عندهم ميت يروح يبكي على ميت الجيران. لا لا لا. عشان كده الكتاب يعلمنا لا تدينوا لكي ايه؟ لا تدينوا. كان القديس الأنبا موسى الأسود قويا في عدم إدانته وتسامحه للآخرين. القديس الأنبا موسى الأسود كان قويا في قيادته، قائد. لما كان قطع طريق كان يقود اللصوص بقوة، ولما حياته اتغيرت ابتدى يتعرف عليه شباب كتير وقالوا نترهب ونصير تلاميذ للأب موسى. فكان يقود 500 أخ قيادة قوية وحكيمة جدا. كان يدربهم على حياة الفضيلة، كان يدربهم على الحياة النسكية، كان يدربهم على حياة الرهبنة الحقيقية. علشان كده القديس الأنبا موسى استثمر قوة قيادته، موهبته. بعد ما كان بيقود الآخرين في إيه؟ في الشر، ابتدى يقود إيه؟ الآباء في البرية للخير. متملي كده اللي عنده موهبة ساعات يستثمرها للخير وساعات يستثمرها إيه؟ للشر. زي واحد عنده حنجرة كويسة، بدل ما يرتل ويسبح ينشغل بالغنى والحاجات الوحشة. زي واحد عنده التي في، بدل ما يشوف عظات وترانيم وألحان وسير قديسين بتيجي في الفضائيات المسيحية دلوقتي، تلاقيه ايه؟ يقعد يبص في التي في يشوف حاجات وحشة. ما هو الطاقة المعطاة للإنسان ممكن يستخدمها في الخير ويستخدمها في الشر. الموهبة اللي تعطى للإنسان يقول له يا ربي أنا كل ليك، أنا ملك ليك. لذلك كان القديس الأنبا موسى الأسود يستثمر قدرته في القيادة على العمل الخير. احنا من ملامح البيت المسيحي أن الوالدين يقودوا البيت قيادة مسيحية نقية، ويعلم ولاده ازاي يبقى مطيع لوالديه، ويعلم ابنه ازاي يستثمر مواهبه في الخير مش في الشر. وصار القديس الأنبا موسى الأسود قويا في قيادته لأنه صار أبا لجمهور من الآباء الرهبان، وترك أثرا قويا جدا في حياة هؤلاء الرهبان. ولغاية النهارده يتتلمذ على يدي القديس الأنبا موسى وعلى سيرته آباء كثيرين إلى هذا اليوم. فعمله وقوته ليست فقط أيام حياته على الأرض، ولكن لغاية إلى هذا اليوم القديس الأنبا موسى الأسود له أثر في حياة الكثيرين.
القديس الأنبا موسى الأسود كان قويا في شهادته في يوم من الأيام كان يجلس مع الآباء، وجد أن أحد الآباء يتنبأ أن هناك من سوف يقدم للشهادة بين صفوف الآباء. فالقديس موسى الأسود قال إن هذه النبوة سوف تكون علي. وجد ذاته يوما أمام قطاع طرق جايين يغيروا على الدير. في المرة الأولانية كانوا 4 من السراق، ربطهم وجابهم في الكنيسة وقال لهم لو كنت أنا موسى الأسود، موسى بتاع زمان، كنت أنا قضيت عليكم، لكن لأني أنا موسى إنسان جديد، لذلك أنا أعلنت ليكم قوتي، لكن أنا مش هأذيكم. أنتوا ما تجوش تاني هنا هوت علشان تخلوا الرهبان يعبدوا في هدوء ويعيشوا في سلام. اللصوص دول التاريخ بيقول انهم يقول لنا عنهم كانوا 4 قدر يربطهم في بعض كده. التاريخ يقول لنا ان اللصوص ال4 دول تأثروا جدا بقوة كلمات القديس موسى الأسود، وبدأ لما يخرجوا من الدير علشان يروحوا في طريق شر وخطية قالوا له احنا من النهارده نصير تلاميذ ليك، وابتدوا ينضموا إلى صفوف تلاميذ القديس موسى الأسود. المرة التالية جاء قطاع الطرق، وكان القديس موسى الأسود معه مجموعة من الآباء الرهبان. المرة دي ما قال لهمش أنا همسك القطاع الطرق دول وأفتك بيهم، قال لهم يا أبهات اللي عاوز يهرب لحياته أمامه الفرصة الآن أنه هو يهرب لحياته. فكان الآباء في ذلك الوقت يريدون الحياة فهربوا، أما هو فبقي صامدا. جم قطاع الطرق يريدون أن يثنوه عن الإيمان لا ينثني، يجدوا القديس موسى الأسود أمامهم صامدا في وجه آلام كثيرة، وأخيرا تقدموا نحوه لكيما يقتلوه، فقتلوه بحد السيف، ونال إكليل الشهادة متمسكا بإيمانه، وكان قويا في شهادته. احنا لما نتأمل سر القوة في حياة القديس موسى الأسود نجد أن أساس القوة هو عمل الروح القدس، اللي احنا دايما الكنيسة بتعلمنا ان احنا في كل يوم نصلي من أجل نوال مواهبه. كنيسة مكرسنا صلاة كل يوم من أجل الروح القدس وعمله فينا. صلاة ايه؟ الساعة 3، صلاة الساعة 3 إنجيلها أما المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، والطلبات اللي في القطع كلها مركزة على نوال نعمة الروح القدس وعمله في حياتنا. عمل الروح القدس في القديس موسى الأسود كان عملا قويا، زي ما عمل في زروبابل، زي ما عمل في التلاميذ، زي ما بيعمل في الكنيسة إلى هذا اليوم، من خلال الأسرار، من خلال الصلوات، من خلال الانسكاب الدائم. القديس موسى الأسود يعطينا نموذج للقوة العملية التي من خلالها ننال عملا جديدا في حياتنا. ولا بد أن يكون للروح القدس العامل فينا ملامح تدفعنا أن نرتبط بهذا العمل المقدس،
ما أقدرش أقول أن الروح القدس بيعمل فيا دون أن يكون هناك ثمار للروح القدس، زي ما بيعلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطيا. لابد أن يكون للروح القدس عمل في حياتنا. نحن نلقب القديس موسى الأسود بهذا اللقب لأن كانت له قوة إيمان، كان له قوة توبة، كان له قوة جهاد، كان له قوة محبة وخدمة، كانت له قوة احتمال، كان له قوة تسامح، كان له قوة قيادة، كان له قوة شهادة. لما نتأمل في سيرة كل قديس نجد أن كل قديس يتمتع بفضائل معينة. كنيستنا لما تقول لنا نذكر قديسينا، مش معنى كده ان احنا نسينا ربنا، لا ابدا، ده هم اولاد الله. الكتاب المقدس بيقول لنا انظروا الى نهاية سيرتهم تمثلوا بإيمانهم. احنا بننظر الى نهاية القديس موسى الأسود اللي احنا بنجتمع بسببه في هذه الليلة، نتأمل سر القوة، عمل الروح القدس، ملامح القوة، مش قوة جسد وعضلات يستخدمها الواحد في الشر، لكن يقول له يا رب اديني القوة في الإيمان، اديني القوة في التوبة، اديني القوة في الجهاد، اديني القوة في الاحتمال، اديني القوة في التسامح، اديني القوة في الشهادة، اديني القوة في القيادة، اديني القوة في العمل النسكي اللي أنا من خلاله أستطيع أن أعلن أن أولاد الله يعطوا من الرب قوة، القوة التي نالها الآباء الرسل في يوم الخمسين هي تلازمنا. نحن ننال هذه القوة من خلال الأسرار المقدسة، من خلال الصلوات الدائمة، من خلال الارتباط بالكنيسة المقدسة. عندما نحن نجتمع معا في مثل هذه الأيام، نجتمع بروح واحدة، بنفس واحدة للصلاة، منسكبين أمام ربنا يسوع، عندئذ الروح يعمل فينا كما كان يعمل يوم الخمسين. يا أحبائي، نريد أن تكون احتفالاتنا لها طابعها الروحي الذي من خلال نتأمل سير قديسينا وننال من فيض فضائلهم بعمل الروح القدس الذي ينسكب في قلوبنا، ليعطينا الرب بركة القوة التي كانت للقديس موسى الأسود. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.